مفزوعة. حدثتني على هاتفي ترجوني أن أشرح لها كل شيء حدث قبل موت يوسف، وطلبت مني أن نتقابل اليوم في الجامعة بعد انتهاء المحاضرات، ففضلت أن أحضرك كي تسمع أنت أيضا تفاصيل ما حدث، ونتقابل جميعا في هذا المقهى لنناقش ما حدث وما سيحدث. مرت 10 دقائق أخرى، ثم دخلت حبيبة إلى المقهى تبحث بعينيها عن إسلام حتى وجدته، فذهبت تلقي عليه السلام وتعتذر عن التأخير. وبعد أن تعرفت إلى حامد جلست، وبدأ إسلام في وصف ما شاهده ليلة اجتماعه هو وأصدقائه، وحبيبة وحامد يراقبانه بلهفة. جلس رئيس مجلس العشائر وحوله قادة العشائر الذين أرسلهم في مهماتهم القديمة لإيقاف المخلبي، وكل منهم يروي ماذا فعل. فقال طه الذي اختص بعقد التحالف مع العشائر المتمردة قبل أن يصل إليها المخلبي: قمت بعقد هدنة مع 75 عشيرة حتى الآن، ولكن 20 قبيلة رفضوا الهدنة بيننا. قال رئيس المجلس بدون أن ينظر له: وماذا فعلت؟ التحمت معهم في حروب كثيرة وانتصرنا، ولكن ماذا؟ ولكن فقدت أكثر من نصف جيشي الذي خرجت به في المعارك بسبب قبيلة الغيلان، والتي تمكنت من الفرار منا بسهولة. نظر الرئيس بغضب لطه ثم قال: أين يا صفيدش؟ هو من يقدر على التعامل مع الغيلان. فرد عليه أحد القواد قائلا: هو مشغول الآن بقضية المخلبي. اقتحم المجلس أحد الحراس واقترب ليقف بجانب رئيس المجلس ويقول له شيئا. هنا نظر رئيس المجلس حوله وهو يقول لقادته: ذو القرن قصعان غير موجود بسجنه البحري يا سادة، فليستعد كل منكم لما سيحدث بعد الآن، فنحن لا نضمن شيئا. لمن لا يعرف، فحازم هذا صديق قديم لعماد منذ أيام الجامعة، فقد كان حازم في كلية الآداب وعماد في كلية الحقوق، وكان حازم يحمل قدرا من الانطوائية على عالم الجامعة الجديد الذي يراه لأول مرة. ولكن كانت مقابلة حازم مع عماد داخل مكتبة قسم الحضارة الأوروبية في الجامعة عن طريق الصدافة، وهي بداية صداقة كبيرة بينهما. ليست صداقة من النوع الذي تراه في الأفلام، حيث تجد الأصدقاء يحدثون بعضهم كل ساعة أو يذهبون إلى كل مكان في العالم سويا. كانت صداقة من نوع غريب، فربما لم يتقابلا إلا كل بضعة أيام، ولكن كانت تربطها برغم ذلك رابطة قوية. فانطوائية حازم جعلته عبقريا. ليس معنى أنه عبقري أنه يجلس في معمل ما ويقوم بتجارب غريبة كصورة العالم العبقري في أذهاننا. لا، تلك صورة ساذجة عن العبقري. كان عبقريا في كل شيء قرأ فيه، في كل حرف تعلمه. كل جملة يناقشها مع صديقه الوحيد عماد كانت تحمل معاني عبقرية لا تمت لعالمنا. وعلى الجانب الآخر كان عماد يحمل نوعا من العبقرية أيضا قريبة من صديقه، مما جعل عقلييهما يتوافقان في المعاملة، وكأنك ترى شيخين ناضجين يتعاملان مع الدنيا بحكمة. وكان العجيب هو توافق أفكارهما عن البحث وراء الغرائب، ولكن كل منهما بحث بطريقته. فعماد كان قارئا نهما ومتفوقا في دراسة اللغات والقراءة بها وتحليلها، أما حازم فقد اختار الجانب الآخر من البحث، الجانب العملي. حضر جلسات لتحضير الأرواح وشارك بها، وكانت عيناه كالصقر وهو يلتقط التفاصيل ويخزنها. جلسات أخرى لعلاج الممسوسين من الجان، وكانت عيناه تلتقط التفاصيل أيضا. ثم كانت تحركه في كشف الكثير من جلسات تحضير الأرواح وكشف خدعتها هي، وجلسات كثيرة أيضا لتحضير الجان وعلاج الممسوسين، حيث اكتشف أن بعض هؤلاء الممسوسين مصابون بأمراض نفسية وعضوية، وكان عدوا للكثير من الذين ادعوا قدرتهم على تحضير الأرواح والجان وعمل السحر. حتى بعد 3 سنوات من تحدياته مع السحرة والروحانيين، حضر جلسة مع ساحر يقوم بعمل سحر لشخص ما، فقام حازم ليقول للجميع إنه نصاب، وأنه لا توجد مثل تلك الأشياء، وأن الجان غير قادرين على التدخل في عالم البشر، ولا يوجد سحر بل كلها خدع. نظر له الساحر ثم قال: ميعادنا الليلة. وفي نفس الليلة في شقة حازم وأثناء نومه دبت النيران في الشقة وتكسر الأثاث،
في حين كان حازم هو الوحيد الذي يقطن بالشقة بعد موت والديه، فلم يعرف ماذا يفعل. كثيرا ما سأله عماد عن الأشياء التي شاهدها في تلك الليلة في شقته، ولكن حازم كان يقول إنه قد فتح على نفسه الجحيم بتحديه للساحر والذي أرسل له الهول كله، لكنه بالطبع لم يصف لأحد ما رأى. تخيل أن تصحو من نومك وتفتح باب غرفتك لتجد النيران في كل مكان في الشقة، وبمجرد محاولة خروجك من غرفتك تصطدم بحائل غير مرئي يمنعك من إنقاذ الشقة. كان المشهد واضحا له جدا، الشقة تحترق والنيران تمنعه من الخروج حتى لو حاول، وهناك شيء يمنعه من مغادرة غرفته. كان ما فعله عجيبا بحق، لقد دخل غرفته مرة أخرى وأغلق الباب على نفسه، ثم جلس على فراشه وظل يدعو الله أن ينجيه من تلك المصيبة. وعندما انتهى من الدعاء فاضت دموعه وأخذ يردد: اللهم إني كفرت بنفسي وآمنت بك. لن يصدق أحد ما حدث، فقد سمع حازم من غرفته صوت سلاسل تحتك ببعضها البعض، ثم أصواتا تشبه الدق، وانتهى كل شيء. خرج من حجرته ليجد أن النيران خبت ولا أثر لها، ولكن في وسط الصالة وجد كائنا قصير الجسد أحمر العينين يبتسم له. لم يملك حازم أن يحرك عينيه عن الكائن الذي قال بصوت مبحوح: هذا. لماذا دعوت الله عندما بدأ الحريق؟ صمت حازم للحظات ثم قال بخوف: لأن الله هو الوحيد الذي سينجيني من أي شر، وقد نجاني والحمد لله. زادت ابتسامة الكائن ثم قال: أنا قاسيم. بتلك الكلمات بدأت صداقة من نوع غريب بين رجل من البشر ورجل من الجان، وبدون عهود أو مواثيق بينهما. قال قاسيم لحازم إنه سمع رجلا من البشر يدعو الله أن ينقذه، وقد رأى أن المتسبب في الحريق أنفار من الجان موكلين بقتله من قبل رجل آخر، فقاتلهم حتى انتهى الحريق. مرت الأيام وقاسيم يظهر لحازم كل ليلة، يحدثه ويستانس به. ربما لا نبالغ لو قلنا إن هناك أخوة نشأت بينهما جعلتهما يستأنسان ببعضهما البعض، وكان التحذير دائما من قاسيم ألا يخبر أحدا بتلك الصداقة بينهما. وبالفعل لم يخبر حازم صديقه الوحيد عماد، وتعددت الزيارات التي وصلت لشهر كامل، حتى جاء قاسيم في ليلة وقال فيها: يجب ألا يكون هناك اختلاط بين عالمينا يا حازم كي لا تحدث كوارث، ولكني رأيت فيك شيئا لم أره في غيرك. إذا حملتك مسؤولية هل ستكون قادرا عليها؟ فرد حازم بالموافقة، فبدأ قاسيم في الحديث بطريقة غريبة، حيث قال له إن القرآن الكريم حثكم على عدم الاستعانة بالجان، فقطعه حازم بقراءة آية: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العظيم. صدقت، فعالمين مختلفان تماما، واستعانة رجل من البشر بالجن هو شرك بالله في أغلب الأحيان، حيث إن الاستعانة تتم لأغراض كثيرة ليس النفع من بينها. هذا غير أن الجن المسلم لا يستعان به ولا يتدخل في عالم البشر، ولكن من يستعان بهم ويتدخلون في عالم البشر هم فقط المتمردون من عالمنا، وهؤلاء يضرون عالم البشر. هل تريد أن تصنع خيرا لخلق الله؟ ماذا تقصد؟ بالطبع أريد. سأساعدك في اصطياد متمردي الجان الذين يعيثون فسادا بين البشر، ولكن بشروط. فليس هناك عهود بيننا، بل هي مساعدة مني لك لكي تقوم بمهمتك، وعندما تخرج عن مسارها سأبتعد عنك. ويجب أن تعلم أيضا أنك إذا قبلت هذا ستتغير حياتك، وستقابل صعوبات كثيرة في عالم البشر وعالم الجن أيضا، ولن تتلقى أي مال على مساعدتك للناس، لأن القوة التي ستمتلكها يجب أن يستفيد بها الجميع في الخير، ولا تنتفع منها دنيويا، بل حسابك سيكون عند رب العالمين يوم القيامة على مجهودك في المدافعة عن البشر. هل توافق؟ في تلك اللحظة انسابت في عقل حازم الكثير من الأفكار عن حياته المقبلة وأيامه التي سيهبها في مساعدة غيره بدون مقابل، ولكن نزعته الدينية التي تربى عليها جعلته يقرر أن يقبل بذلك. موافق، ولكن لماذا لم أقابل في حياتي غير حالات لبس من الجان مزيفة؟ ربما هناك بعض الحالات الصحيحة،
لكن لماذا قابلت المزيف منها فقط؟ لأن هناك مرضى في عالم البشر ينسبون كل عمل لنا نحن، برغم أنهم لا يعلمون أن حالات التدخل في عالم البشر تحتاج لمجهود كبير من الجني، وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض. هناك حالات كثيرة صحيحة وحالات أخرى أكثر مزيفة، ولكن يجب أن تمتلك بعض الأشياء لكي تميز بين الاثنين. ماذا تقصد؟ أنا الآن الذي أتشكل لك لكي تراني، ولكن يجب عليك أن ترى الجان على هيئتهم الطبيعية. ماذا؟ لحظة واحدة، ورأى حازم الكثير من الكائنات حوله تسير وتتحرك وتنام، ففغر فاه من الدهشة، ولكنه سمع صوت قاسيم يقول: لا تخف مما ترى، فستتعود على هذا المظهر، وسأكون معك قليلا حتى ينتزع الخوف من قلبك. أنت الآن ترى عالم الجن يا صديقي. هل تعلم يا حازم، أريد أن أتعرف على هذا الشخص. ثم أشار بإصبعه ناحية باب غرفة النوم، فنظر حازم بسرعة للباب ليجد قاسم ينظر بتوجس لعماد الذي ابتسم بدوره، مما جعل حازم يقول له بارتباك: هل ترى شيئا بجانب الباب؟ نعم يا صديقي، وأنا أراه يسير معك منذ أيام، وأراك تنظر له نظرات جانبية كثيرة، أعتقد أنك قمت بعهد معه. هل ترى الجان؟ نعم أراهم. والآن ما قصة صديقنا هذا؟ وبالطبع بعد أن حكى كلاهما قصته مع رؤية الجان، تعرف عماد إلى قاسم، ودارت محادثات كثيرة بين الثلاثة، بالرغم من اعتراض عماد على مساعدة قاسم لحازم لخوفه على حازم من أن يتأذى من التدخل في عالم الجان. إلا إن مرور السنوات جعلت لحازم سطوة غريبة بين متمردي الجان، بمجرد ذكر اسمه كان يدب الرعب بينهم، وخصوصا قسمه الشهير الذي يجعل الجني يقوله قبل أن يغادر الجسد، والذي إذا أخل به أحدهم فإنه يقتل فورا على يد مساعدي قاسم. حتى هذا الأخير استطاع أن يجمع تحت يديه آلافا من الجن لمساعدته في القضاء على المفسدين بين البشر، وكلهم تحت قيادة حازم الذي كتب اسمه بالدماء بين عالم الجان. ربما كانت هناك محاولات كثيرة لقتله من عالم الجن، لكنها فشلت بالكامل بسبب وجود قاسم الصديق المخلص والمحارب الشرس الذي له قدرات فائقة في عالمه. ربما بسبب كل ما سبق كانت نية حازم على عدم الزواج وتكوين أسرة، لخوفه على أسرته التي سيكونها من انتقام الجان. وحتى لو ترك هو هذا الموضوع واستقر وابتعد عن هذا العالم، فسيجده المتمردون مرة أخرى ويقتلوه. هو مقتول إذن. بعد بضع سنوات ابتعد عماد عنه قليلا بسبب مشكلة بسيطة، وعاد الليلة لاحتياجه لقدرته في عالم الجان مرة أخرى. نعود مرة أخرى لعماد وحازم. بعد أن انتهى عماد من حديثه، قام حازم من مجلسه ودار دورة في الصالة وهو يفكر، ثم نظر إلى عماد وقال: قتل 4 شباب دمر قرية في الماضي. لم أرى نفرا من الجن يعبث في عالم البشر بهذا الشكل. انتظر لحظة، لماذا يقتل هذا الجني قرية بأكملها؟ كما قلت لك، اعتبرهم قرابين. لا وجود لتلك الأشياء بين أنفار الجن في الغالب، فماذا سيستفيد من بعض الجثث؟ عالم الجان ليس بهذه السذاجة يا عماد. نحن لسنا في أحد أفلام الرعب الأجنبية التي تقدم فيها القرابين للوحوش بلا سبب. عالم الجان منظم أكثر من ذلك. أعلم، ولقد فكرت كثيرا وتأكدت أنه يريدهم كقرابين، ولكن لم أفهم ولم أصل إلى تفسير للقتل بلا داع وبلا استفادة. هنا سمع الاثنان صوت قاسم المبحوح يقول بالعربية: لا يوجد تقديم قرابين بشرية في عالم الجن إلا لأغراض معينة.
قل هذا الرجل مرة أخرى. المخلبي بن ذاغات. اختفى قاسم من أمامهم ل10 ثوان ثم ظهر مرة أخرى وهو يقول: المخلبي بن ذاغات، القائد القديم لاتحاد قبائل الجان. لقد عرفت كل شيء عنه، والآن أنا أعلم السبب الوحيد لاستعماله القرابين البشرية. نظر الاثنان له باندهاش، فبدأ قاسم يروي بالعربية سبب استعمال القرابين البشرية وما هي خطواته القادمة. انطلق صوت ابن ذاغات وهو يقول لحراسته في هدوء: كم تبقى لنا من القرابين؟ ليس كثيرا. هنا ابتسم المخلبي براحة وهو يقول: اقتربت النهاية أخيرا. الساعة الآن 5:30 والأصدقاء ما زالوا يجلسون على المنضدة، وإسلام ينهي حديثه بعد أن انتهى من روايته لكل الأحداث التي وقعت في تلك الليلة. فساد الصمت المكاني إلى أن تكلمت حبيبة قائلة: هناك شيء أعتقد أنك نسيت يا إسلام. ماذا تقصدين؟ الحلم الذي رآه يوسف قبل الحادث بليلة، ألا تعرفه؟ أي حلم؟ اعتدلت حبيبة وبدأت في قص الحلم. لأن الحلم الذي رأيته كان في مكان يشبه الصحراء، وهناك قافلة تسير ويحرسها بعض الأشخاص، وفجأة رفع أحد حراس القافلة يده وظل يعوذ بأسماء ملوك الجن من شرهم. ملوك الجن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما معنى يعوذ؟ أنت تعوذت الآن عندما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنحن نعوذ بالله أي نستعين بالله من شر الشيطان الرجيم كي يعيننا عليه. أما هذا الرجل فكان يستعين بملوك الجن لحماية قافلته، والاستعاذة بغيري؟ بالطبع أعوذ بالله. ولكن ما دور المخطوطة في تفسير ذلك الحلم؟ هي كفر. الرجل الذي تعوذ في الحلم بأسماء لملوك الجان قال أسماء معينة. هذه الأسماء وجدت أنها موجودة في المخطوطة، لكنها ليست مباشرة كما قال الرجل. ببساطة أكثر، الحلم ذكر أسماء موجودة في المخطوطة، لكنها متفرقة في عدة أماكن في النصوص. وما معنى هذا؟ لا أعلم، لكنها رسالة لم أفهم مضمونها حتى الآن. انتهت حبيبة من رواية ما قاله لها يوسف في الهاتف ليلة وفاته، فقال إسلام متذكرا: نعم تذكرت، فقد سألنا يوسف عن رؤيتنا الحلم آخر، ولكننا نفينا ولم نسأله لماذا سأل هذا السؤال. إذن فيوسف هو الوحيد الذي رأى هذا الحلم من بيننا. هنا قال حامد وهو يعد على أصابعه: أولاً، لقد رأينا جميعاً هذا الحلم الغريب بما فينا حبيبة، ولم يحدث لنا شيء كما توقعت يا إسلام. أرجع إسلام رأسه للخلف وهو يقول بنفاذ صبر: كما قلت لك، كنت قد توقعت أن من حلموا بهذا الحلم سيلاقون نفس المصير، فالحلم كأنه بطاقة مرور لشيء ما، أو هو تحذير من شيء ما سيحدث. هذا التحذير مات الكثيرون، وحامد وأنا وأنت كما قلت قد وبسبب رأينا ذلك الحلم. إذن فهذا شيء مشترك بيننا جميعا، ما هو لا أعلم، ولكن يجب أن نفكر قليلا. حامد، قل شيئا مفيدا يا أخي. فقال حامد: شيئا مفيدا يا أخي؟ هل هذا وقت مزاح؟ تكلم بجدية.